قلنا لان الاجسام المعتمة لا تسمح بنفاذ الضوء خلالها. حلو الكلام. بس في سبب تاني يا جماعة. السببين ان الضوء لا ينفذ خلال الاجسام المعتمة، يعني لو في جسم معتم مش هيقدر يعدي خلاله فبالتالي بيعمل ظل وراه. وفي سبب تاني مهم. ايه هو السبب؟ ان الضوء يسير في خطوط مستقيمة. ممكن دلوقتي واحد يقول لي ايه علاقة ان الضوء ماشي في خطوط مستقيمة بان هو يعمل له ظل؟ تعالوا نفهمها. دلوقتي لو الضوء ماشي كده حلو، لو هو مش بيمشي في خطوط مستقيمة ولقى جسم معتم مش هيقدر يعدي منه، كان ممكن يعمل ايه؟ كان ممكن مثلا ينزل كده ويعدي من غير ما يعمل ظل عادي. لكن ده مش بيحصل. ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ اللي بيحصل ان الضوء ماشي في خطوط مستقيمة، يعني لو لقى جسم معتم هيخبط فيه فبالتالي هيعمل له ظل وراه. لكن لو هو ما كانش ماشي في خطوط مستقيمه كان عادي، كان ممكن طلع، كان ممكن نزل، كان ممكن يعدي من جنبيه. اهم حاجه ما هو دلوقتي شايف حاجه قدامه سد مش هيقدر يعدي فيها، كان ممكن يتصرف. لكن مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان الضوء يسير في خطوط مستقيمه، فبالتالي لما بيخبط في الجسم المعتم بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ظل وراه.